عارفين يا جماعه طاجن المكرونه بتاع محلات الكشري ده، انا دايما كنت بخاف اعمله، بحس ان هو هيبوظ مني. ولكن بقى النهارده اتشجعت وقلت انا لازم اعمله، لان بجد جربته اخر مره وما عجبنيش خالص، فقلت يمكن لما اجربه في البيت يبقى وطبعا أحلى. اكتر طاجن بحبه جدا هو اللحمه والكبده، بس انا النهارده كان عندي كبده فقلت لازم اجربه. انا طبعا شوحت الكبده زي ما انتم شايفين، وكنت متبلاها بتتبيله هكتب لكم كل تفاصيلها تحت الفيديو، معاه شويه فلفل حلوين كده وشويه بصل صغيرين. وفي نفس الطاسه بقى اللي انا عملت فيها الكبده نزلت ببصلايه حلوه كده، وابتديت ان انا اشوحها، وبعدين نزلت عصير الطماطم. وانا هنا حبيت ان انا اضرب الطماطم في الكبه مش في الخلاط، لان انا عايزاها يبقى فيها قطع كده زي ما انتم شايفين. سبتها طبعا تتسبك شويه وحطيت لها توابل اكيد هتلاقوها تحت الفيديو، وبعدين ابتديت بقى ان انا اعمل الطاجن نفسه. حطيت بقى الكبده في اول لاير، وابتديت ان انا اضغط عليها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين حطيت المكرونه. وبصراحه كنت خايفه شويه من فكره ان انا حاطه المكرونه نيه، بس قلت انا عايزه اجرب الطريقه الاصليه. وبعدين حطيت الصلصه، وهنا كان الموضوع صعب شويه بصراحه، لان ما كنتش متخيله ان هي تبقى سميكه كده. المهم يعني بعد